متأخرة حتى الدقيقة 27، لكن خطوات جميلة جدا والعرقلة واضحة ولا غبار على وجود ضربة جزاء لفائدة منتخب البرتغال. شوف هذه التمريرة الجميلة، الخطوات ما بين الثنائي الكبير ما بين دون وناني، العرقلة حاضرة وضربة الجزاء موجودة، وكريستيانو رونالدو بالقميص رقم 7 يتقدم. جول! الدون بالقميص رقم 7 يسجل هدف 67 في مسيرة الدولية الظافرة والكبيرة مع منتخب البرتغال. صاحب القميص رقم 7 يسجل الهدف 67 ويصبح الآن هداف التصفيات، طبعا لأنه قبل هذه المباراة كان يشارك مهاجم منتخب بولندا ليفاندوفسكي، لكن الآن يتقدم الدون عند الأهداف الستة ويصل إلى 67 هدفا بالتمام والكمال. فرحة كريستيانو رونالدو طبعا هنا في مهمة وطنية، لكنه بعد نهاية أحداث هذه المباراة سيعود إلى مدريد من أجل ديربي مدينة مدريد أمام المنتخب الكويتي الشقيق في مباراة ودية، وفازت البرتغال على المنتخب الأزرق الكويتي ب8 أهداف نظيفة. وسجل باوليستا، هذه خطيرة في المكان الخطير، قوية، جول جول! تعادل لاتفيا، تعادل لاتفيا، وكنا نتحدث هدف واحد لا يكفي، هدف لا يكفي للبرتغال، هدف لا يكفي يا كريستيانو رونالدو. التعادل يأتي بصورة قوية جدا، بصورة قوية جدا، نعم، لا تصاد ولا تراد الكرات الماضية للاعب المنتخب اللاتفي الذي بالفعل يستغل هنا الثغرة الدفاعية ويسجل البديل 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 كاراسوكس. وهو النقطة التغير في هذه المباراة. حتى الآن الأمور إلى 1-1. كرة ملعوبة خطيرة، جول! ريكاردو أو ويليام كارافاليو يسجل. ويليام كارافاليو ما عنده ولا هدف دولي، هذا هدف الدولي الأول، هدف الدولي الأول ويليام كارافاليو. نعم، هو من أناب عن الكل، لكن تمريرة في غاية الروعة والدقة من الخبير من ريكاردو كواريزما، يأتي بعرضية مثالية، وكانت مهمة كارافاليو سهلة للغاية، وضع راسه في طريق الكرة، استقرت، ضربت في يد حارس المرمى ووصلت إلى الشباك، والبرتغال تتقدم من جديد، البرتغال تتقدم من جديد. ولاحظ اللي جالسين تحت هؤلاء مشجعي منتخب لاتفيا كانوا في غاح صغير التعداد السكاني ولكنه كبير بطموحات وكبير بالمواهب، وهذا واحد من المواهب في السنوات الماضية. خطيرة، الله! هدف ماركة الدون، هدف ماركة كريستيانو رونالدو، انتظر الكرة في المكان السليم واتخذ القرار المعتاد وسدد بقوة وسجل، ووصل الآن الدون إلى 68 هدفا. انتظر الكرة بهذه الصورة وهذه الجودة، لكن التمريرة الجميلة من صديق الطفولة، صديق الطفولة، صديق البدايات الأولى كواريزما، يعرفون بعضهم بصورة راقية وجميلة. وكان الهدف وكانت الفرحة في المدرجات، لأن أسطورة البرتغال الكبير كريستيانو رونالدو الوحيد الذي يلعب الليلة، وكاد أن يأتي بالهاتريك الدون. عالية وللأمام، هذه خطيرة، جول رابع، هدف رابع يسجل من المدافع الكبير أيضا برونو ألفيش. 4-1، البرتغال تؤمن النتيجة، كانت 1-1 صارت 2-1 وصلت إلى 3-1، ولكنها
تختتم ب4-1. تقدم العملاق في سن 34 سنة وسجل بهذه الصورة، ووصل الآن كارافاليو أو عفوا إلى ألفيش وصل الآن إلى 11 هدف بقميص السيليساو البرتغالي. خلاص الأمور انتهت وحسمت، وبالتالي البرتغال إلى 9 نقاط، المطارد المباشر لسويسرا اللي عندها العلامة الكاملة. سويسرا 12 نقطة من 4